كمان أبوي توفى وفتحت لايف. الحياة مستمرة، الناس عم تموت دائما. اشغلونا بقضية فلسطين، أنا قضيتي مهي فلسطين. المسجد الأقصى معبد يهودي. إذا كان هاي التفجيرات خلفها ناس حلوين زيكم جوهد بليز ما تتوقف. فلسطيني أنت ما أنت عربي، ولا لك أرض ولا لك قضية. في هذا الفيديو راح احاول اني ما اسب، وفي هذا الفيديو راح احاول اني ما اجيب سيرة عرض الشخص اللي بيحكي. راح احاول يعني نستفتح باول واحد رخيص بايع لشرف ودينه. المسجد الأقصى هذا قبلة المسلمين. المسجد الأقصى معبد يهودي، مبكى قاعدين هنا مبكى، وهنا كنيسة، وهنا حاطين مسجد. طيب هيك عارف انه هذا قبلة المسلمين الاولى، والله لو في جنبه معبد شياطين، لو في جنبه معبد لابليس غير روح احرره يا زلمه. قبلة المسلمين الاولى يا زلمه. وش صارت هذه المسجد؟ ايش يجيبوا عند المعبد اليهودي وش يجيبوا عند الكنيسة؟ ضاقت الأراضي. يا عمو يا غبي، لو انك قارئ التاريخ كويس كان بتعرف ان المسجد الاقصى مبني من ايام سيدنا ادم يا حمار. في روايات بتقول انه سام بن نوح هو اللي بناه، فيعني المسجد الاقصى قبل المعبد اليهودي وقبل الكنيسة وقبل حتى المسجد الحرام انبنى. هو اقرأ التاريخ كويس بعدين تعال تفلسف. الشرفاء تنحل قضاياهم، يعني الشرفاء تنحل لو بعد 40 سنة تنحل، لكن هذول ما فيهم شرف، لا هذول فيهم شرف ولا هذول فيهم شرف. يعني مفكر حالك انك انت فيك شرف؟ انت لا فيك شرف ولا ذريتك فيها شرف ولا اسلافك فيهم شرف. بس لا حرام، يمكن يطلع فيهم شرف، هذولاك ما لهم مش دخل، يمكن يطلعوا فيهم شرف بس ما عرفوش يربوه. هي قضيتك وقضية القدس انك تشعرنا كمسلمين انها لها اهمية. ليش مين قال لك انك انت مسلم؟ ولا انت الك ديانة جديدة اسمها ديانة الجوادين. النبي تبعكم هو وسيم يوسف، وشرط هاي الديانة انك تبيع دينك وشرفك وعرضك. عندنا والله يا مسجد صلينا فيه في اوغندا انه ابرك من القدس وهذا. انتم ملاحظين كيف حركة عينيه؟ تحس في واحد ورا الكاميرا وقاعد بقول له يلا يا زلمه يلا زيد مصاري، يلا شوي وبغمزوا يلا يا زلمه زيد كمان. شفت هاشتاج مولع في تويتر اللي هو موسم الرياض. أول شيء الحمد لله على الكمال، والحمد لله على النجاح من أعلى إلى أعلى يا وطني الغالي. طبعا هجوم غير طبيعي من المرتزقة السعودية. طبعا لو يتذابحون اثنين بالهند لازم السعودية لها يد في الموضوع. اشغلونا بقضية فلسطين، أنا قضيتي مهي فلسطين، أنا قضيتي بلدي بس، وش اللي يصير في بلدي. معك حق، أنت لازم تفكر مين الرقاصة الجاية راح تيجي على السعودية، أو شو الفكرة الأسطورية للمسرحية الجاي بموسم الرياض. هم أهل غزة قاعدين بموتوا. معك حق 100%. ايش التطورات هذه قضيتي. فلسطين الله يفك لهم والله ينصرهم. رقع والله رقع ما شاء الله، رقع اللي حكاه قبل شوي. بس كيف الله بده ينصرهم وانت قاعد تحتفل بموسم الرياض؟ جاوبني انا مش فاهم يعني. والله خلص ما فيش لا دين ولا في شرف، نطلع نحكي اللي بدنا اياه. لكن حط خط تحتها، قاعدين يكتبون قاطع المنتجات الامريكيه ذا. اوكي انت قاطع الدولار في امريكا في فلسطين، قاطع الكوفيهات اللي في فلسطين اللي تابعه للامريكان اللي هي تدعم اليهود على قولك عشان احنا نقاطعها. ايش انت مين قال لك انه المقاطعه طلعت من غزه؟ المقاطعه ما طلعت من غزه، المقاطعه طلعت من الدول اللي حوالين غزه عشان يحسوا حالهم انه ها عملنا اشي. وغير هيك اهل غزه مش مخيرين زي ما حضرتك قاعد بالسعوديه مخير اشتري مرسيدس ولا BMW، اكل سنيكرز ولا مارس. لو اسرائيلي يجوا يعطيهم اشي ياكلوه راح ياكلوه لانهم مش مخيرين، ولكن انت مخير ومش مقاطع، وهذا دليل على انك قليل شرف. او يا اخي انت اصنع لي سياره خلني استخدمها يا اخوي، انت اللي تبيني اقاطع ومن عيوني انا بقاطع ما عندي مشكله. والله يا اخوي عديم الشرف مش ضروري تشتري كل شهر سياره من شركه بتدعم اسرائيل. وغير هيك انا شايف انك قاعد بسياره، يعني اكيد هاي مش سياره صاحبك ولا سياره ابوك، هاي سيارتك انت اكيد، ولكنك خالط الفلسفه وقلت الشرف شي واحد وطلعت بهذا اللي بتحكيه. اثنين، انت لا قاطعت الدولار، قاطع البترول والدولار. انت اللي تطلبني اني انا قاطع. ليش البترول الامريكي اصله من وين يا صديقي عديم الشرف؟ هو من دولتك السعوديه. عشان انا قاطع معك. ثلاثة، دول الخليج وحكام العرب ما قصروا في دعم القضيه الفلسطينيه. معك حق، واكثرهم السيسي واولاد الصهاينه هذول، اولاد زايد حكام الامارات. واكثر دوله دعمت القضيه الفلسطينيه والشعب الفلسطيني بلدي المملكه العربيه السعوديه بمليارات المليارات. طيب على هذا المقطع ما إلي مشكلة معه، بس شوف شو راح يحكي كمان شوي. هو اللي أسائلهم. طبعا أنتم قضيتكم مع حماس مهم معنا حنا. حماس
كل ما هدت الأوضاع في فلسطين هي اللي تقتل الشعب الفلسطيني بهجومها على إسرائيل. انت بتقرب لأفخاي ابو قارن اشي، لانه نفس حكيه بالضبط، وقاعد بحرض الشعب الفلسطيني على حماس. ويا عمي هم حرين، بدهم يهجموا على اسرائيل واسرائيل تضلها تدمر غزة، وانتم بدكم تضلكم تدفعوا عشان هيك نحس انه فيكم شرف. بس انتم ما فيكم شرف، لو انه فيكم شرف كان بتفوتوا بتروحوا بتحاربوا، بس انتم ما فيكم شرف. او بتقطعوا البترول عن امريكا عبين ما يوقف الهجوم على غزة. وانا قصدي هان عن دول الخليج، وانا هان بحكيش عن الشعوب ما لهاش دخل. خصنا الموضوع هذا منكم لهم، انتم تتخالصون مع بعض، احنا ما لنا شغل نجي نعمل ونعطيك وهذول يجون يهدون ويلا القضية ترجع من جديد. لا هذه ليست قضية العرب. انتوا شفتوا كيف وقف الفيديو ورجع بلشوا الو اسمع ازيد حكي ازيد، بس بتزيدوا لي بتزيدوا لي الفلوس بدكم تعطوني اياها. هذه قضيتكم انتم مع حماس. العرب والمسلمين يدعوا لكم بالنصر، بس أنتم قضيتكم معهم. وللمرة الثانية وللشخص الثاني بحكي له أنت مش مسلم وأنت مش عربي، مش عشانك بتحكي اللغة العربية أنت عربي، أنت مش عربي أنت، ولا أنت ديانتك ديانة القوادين اللي حكينا عنها قبل شوي. طبعا إحنا مشغولين في بناء وطننا وفي جلب الدعارة إلى بلد الحرمين الشريفين. القضية الفلسطينية حكومتنا ما قصرت ولن نقاطع أي شيء. إحنا مع ولاة أمرنا، قالوا لنا يمين قالوا لنا يسار، ما راح نقاطع إلا اللي يقاطعونه ولاة أمرنا، ولا راح ندمر علاقاتنا مع أحد عشان ناس تشتمنا. قصدوا عن إسرائيل طبعا، وما مش متكلف يدمر علاقته مع إسرائيل، مع الدولة المغتصبة اللي كمان شوي راح تحتل جزء من السعودية. استنوا شوي بس هيك، قبل القيامة بشوي راح تحتل السعودية، والموضوع جاي يعني، لا تفكر إنه بعيد. هاي دولتك اللي بتفتخر فيها واللي قاعد تعمر فيها على قولك يعني، هيحتلوها اليهود. إذا كان هاي التفجيرات خلفها ناس حلوين زيكم جوهد بليز ما تتوقفوا. لا تتوقفوا بليز. هذا اللي ضايل علينا، نطلع نرد على هذا اللي ضايل علينا، هذا اللي ضايل كمان شوي بنطلع بنرد على وبكمل الموضوع يعني. أنتم يا الشتات يا الغجر يا المغول يا التركمان لما شفت شكله بس خطرت عبالي شغلة على شواربك. الشركس يا الرومان يا بقايا الشعوب. ايش دخلكم بالموضوع؟ ايش دخلكم بالسالفة؟ ايش دخلكم بيننا؟ هذا بني اسرائيل على ارضهم، ما لكم ارض انتم ولا لكم قضية يا جماعة. انتم ادوختونا واشغلتونا. والاقصى لمعلوميتك ما عندكم اقصى، ما في شيء اسمه اقصى، في شيء اسمه القدس. المسجد الاقصى اللي ورد ذكره هو بالجعرانة 29 كيلو على الطائف، وكان المسجدين المسجد الاقصى والمسجد الادنى. حبيب قلبي والله ما شاء الله، شو رواية جديدة ما شاء الله تبارك الله. هذا تحليلك للقرآن؟ ماشي اوكي. الفلسطيني انت ما انت عربي، ولا لك ارض ولا لك قضية. الارض ارض اسرائيل، وانت لا لك شرف ولا لك كرامة. الكرامة الصح هيها عند اليهود الحقيقيين، مش قصدي عن اللي بفلسطين هذول الصهاينة. اليهود الحقيقيين بيقولوا لك انه هاي الارض للفلسطينيين للمسلمين مش لنا. بحط لكم الفيديو اذا لقيته. للشعب اليهودي، والشعب اليهودي يتبعون التوراة دائما. كتاب التوراة يقول إن الجيش اليهودي أعطي أرضا، ومن يرتكب الخطيئة يخرج من الأرض. وكتب الأنبياء تقول بكل صراحة أننا طردنا بسبب خطيئتنا من تلك الأرض. كل يهودي يعترف بذلك، نحن نقول ذلك في صلوات. يعني الخلاصة إنه اليهود الأصليين عندهم شرف وكرامة أكثر منك. والقضية قضية إسرائيل معكم، لكن نتنياهو جبان. لا نتنياهو ما حرككم، مدري وش يبي بهالأسلحة مكدسها عنده. يا أدمي يا نتنياهو، أحرق هالعصابات هذه وهالشتات وهالملفقين، وريح نفسك وريح العالم منهم وريحنا احنا منهم. ليش مخليهم؟ ليش فتح لهم الحدود يهاجرون؟ يعني مش عارف شو أرد عليه يعني. والله الكلمات خلصت من عندي. شخص عربي مسلم بقول لك يا نتنياهو احرق الفلسطينيين، مش عارف، مش طالع معاي كلام، ولكني توصلت إلى استنتاج. انت الله راح يرميك بنار جهنم خالد مخلد بإذن الله، وما عليك بتوسط لك عشان تقعد جنب نتنياهو صاحبك هذا، بتوسط لك ما عليك تخافش. كمان أبوي توفى وفتحت لايف.
الحياة مستمرة. بدي اياك تتخيل يا عزيزي المشاهد انك انت مواطن غزاوي قاعد بنص الحرب، نص اهاليك ماتوا اذا مش كلهم، وانت لحالك عايش مش لاقي لا لقمة تاكلها ولا مي تشربها ولا شي تتدفى فيه. هو بنفس الوقت في واحدة فاتحة لايف وقاعدة بتقول كبسوا كبسوا كبسوا، يلا اسد اسد، نزلوا لي اسد، شكرا على الوردة شكرا على الوردة. بدي اياك تتخيل الموضوع شو رح يطلع معك. وبعديها نفس هذا الشخص يطلع ويقول لك الحياة مستمرة عادي. عادي شو يعني؟ أهل غزة نصهم انبادوا، عادي عادي الحياة مستمرة. في أبصر قديش واحد مصاب، أبصر قديش طفل مصاب هسه قاعد في المستشفى، وعادي بنفتح لايفات وبنجمع مصاري عادي. الناس عم تموت دائما. أنا من وقت ما فتحت عيوني والحرب شغالة على مر السنين، والناس يعني نوقف حياتنا، المفروض إن حياتنا متوقفة. شايف كيف التخلف؟ طالع عاملة حالها مش فاهمة ولا شيء، ولك الله ياخذك، ولك الله ياخذك ويحرقك بنار جهنم كمان. المشكلة طالعة بتقول لك ابوي توفى وفتحت لايف بكل روح رياضية، يعني بتظهر لك انها هي تمساح، انه انا والله انا اقوى من الظروف. يا التف والله التف كثيرة فيها. الناس أيوة هدول هم اللي عم يحكوا بدهم ترند. طيب بدهم ترند، خليهم يطلعوا ترند، شو ما كانت نواياهم خليهم يطلعوا ترند، بيساعدوا القضية. ولا انه اطلع كبسوا 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 اسد، شكرا على الاسد، اثناء ما الناس بتموت بغزة. اليوم يا جماعة الخير اجاني مغص لما قلت بس، يعني والله المشكلة انه هذول الناس عرب، انه مش افخاي اذرعي بيطلع بدافع عن بلده المزعومة، لا عرب طالعين قاعدين بيقولوا، اللي بيقول لك قال فلسطين ليست قضيتي، واللي بيقول لك الفلسطينيين ليسوا عرب، واللي بيقول لك انه المسجد الاقصى اصلا المذكور بالقرآن مش هو هذاك، واللي بيقول لك عادي الحياة مستمرة. شو يعني انا ابوي مات وفتحت بث، عادي الحياة مستمرة، شو بدها توقف الحياة؟ الناس بتموت من اول الدنيا والحرب مستمرة من اول الدنيا. ضايل علي المونتاج. جماعة الخير والله انكم تقدروا تعبي واشتركوا بالقناة وحطوا لايك او اي شيء سوي اي شيء، علق اقل شيء علق، لو بدك تعلق بنقطة علق. وشكرا، اراكم في الفيديو الجاي. السلام عليكم.